الميدان سفير طايدر عن نهائيات كأس إفريقيا التي نظمت بالغابون في جانفي الماضي بداعي الإصابة بعدما كان مدرجا ضمن القائمة النهائية للناخب الوطني السابق البلجيكي جورج ليكنز. في أخبار محترفين، وضع موقع سكاي سبورتس البريطاني اسم الدول الجزائري رياض محرز ضمن قائمة اللاعبين الذين يجب على أرسنال ضمهم من أجل تحقيق وثبة في أدائهم الموسم المقبل، حيث أكد كاتب المقال أن الإمكانيات التي يملكها محرز ستكون إضافة حقيقية للجينرز الذين سيفقدون بنسبة كبيرة خدمات الدول الشيلي الكيسيس سانشيز، غير أن اسم الدول الجزائري لم يكن الوحيد في القائمة، حيث رافقته أسماء أخرى على غرار الأرجنتيني أغويرو والإيطالي أندريا بيلوتي وحتى البلجيكي موسى ديمبلي. هنأ جناح المنتخب الوطني ونادي ويست هام الإنجليزي سفيان فيغولي المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بعد تعيينه مدربا رئيسيا لنادي برشلونة. فيغولي والذي لعب تحت قيادة فالفيردي لما كان لاعبا في فالنسيا أشاد كثيرا بالمدرب الإسباني، واصفا إياه بالمدرب ذي الشخصية الرائعة والقوية، ومعربا عن سعادته لتولي مدربه السابق زمام العارضة الفنية للبلاوغرانا. مشاهدينا، باقي أخبار محترفين يختصرها الزميل وليد فرحان في هذه الورقة. كشفت تقارير صحفية فرنسية نية نادي ليل الفرنسي في تقديم عرض قيمته 10 ملايين يورو لضم الدول الجزائري المتألق في صفوف ناديران هذا الموسم رامي بن سبعيني الذي قدم موسما رائعا بمشاركته في 25 مباراة. كشفت تقارير فرنسية أن المدرب السويسري لنادي نيس لوسيان فافور قد يبقى على رأس الفريق إلى غاية نهاية عقده الذي ينتهي بعد موسمين. هذا ما قد يدفع بالجزائري سعيد بن رحمة إلى كت العربية السعودية من أجل تأدية مناسك العمرة التي فضل تأديتها خلال شهر رمضان المبارك. بن طالب اتصل بمسؤولي المنتخب الوطني وأبلغهم بالأمر، موضحا لهم أنه سيكون حاضرا في الجزائر بداية من الفاتح جوان للمشاركة في تربص الخضر. قاريا، غادر وفد فريق مولودية الجزائر سهرة أمس أرض الوطن نحو سوازيلندا تحسبا لمواجهة النادي المحلي بابان سوالوز الجمعة المقبل لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وسيخوض العميد هذا اللقاء ب16 لاعبا فقط، حيث ستسجل التشكيلة غياب قاسم مهدي ورشيد بوهنا بسبب الإيقاف، وحاج بوغاش، زهير زرداب، ومحمد سجار بسبب الإصابة. ويتصدر زملاء حشود المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد فوز مهم في اللقاء الأخير أمام النادي الصفاقسي، بينما يحتل بابان سوالوز المرتبة الثانية بالتساوي مع النادي التونسي ب3 نقاط. الزميل وليد شماني كان حاضرا في المطار وعاد بالتصريحات التالية. السفرية تكون بالليل إن شاء الله، وهذا ما يكون مريح للاعبين يكونوا إن شاء الله يرقدوا في هذه السفرية. لازم علينا نتنقلوا نلعبوا المباراة لأنه آخر تنقل في إفريقيا، بقى لنا في تونس التنقل الأخير، لكن إن شاء الله نكونوا في المستوى ونرجعوا بنتيجة إيجابية. الديبلاسمون هذا حيكون شاق سورتو في شهر رمضان المعظم هذا، مي بون يعني ما يخفالكش عندنا ماتش يعني كابيتال اجوي، يعني صافا ماتش على الاكستيريور، لازم علينا نجيبوا نتيجة إيجابية باش نحققوا التأهل يعني لربع نهائي في أقرب وقت. معنويات راهي مرتفعة كما رفعنا في لابونفو، الحمد لله. السفرية نروحوا زوين داني ماتش وين ربحنا ماتش ديربي وكذا، الحمد لله. تخلينا